قبل ما ابدا عايزك تفوق كده معايا، ما يهمكش الانقطاع المستمر في التنزيل ده، علشان انا للاسف وقعت في كارثه البرفكشنزم. بص لي كده، بقعد اجهز في الحلقه في شهر وشغال على حاجات كتير في نفس الوقت وحاجه غلب يعني. فتاكد انك عامل سبسكرايب على يوتيوب وفولو على الانستجرام، اللينك في البايو واليوزر قدامك اهو. اي حاجه ببقى شغال عليها بوثقها هناك. ويلا نبدا الحلقه الخفيفه دي. مش محتاج اقول لك طبعا ان الواحد حياته مدمره اجتماعيا، الحقونا نفسيا، الحقونا اقتصاديا، الحقونا وعاطفيا. نرجوكم الحقونا بجد. بيدور في وسط كل ده على حاجه تنسيه على الاقل القرف اللي هو فيه. مش عايز حل بقى، لا ده عايز ينسى بس. وهنا بيجي دور الضحك، غالبا حلال 100% يعني. معرفش ايه راي الشيخ عبد الغني في الحوار ده. يا عم الحاج، يا عم الحاج، انت فاكرني؟ يا عم روح الله يسهل لك. المهم لو جينا نبص على مسلسلات الكوميدي اخر 10 سنين، وهنبص على المسلسلات بما انها اطول تقدر تقعد معاها وقت اكتر على عكس الافلام، هنلاقي عدد مش كتير بس معقول نوعا ما من المسلسلات الكوميدي المصري. وبالنسبه لي بعتبر نيلي وشريهان، لا لا لاند، وخلينا نقول الصفاره كده من تحت درسي، هم اهم مسلسلات كوميدي مصري اخر فتره. ودي تفضيلات شخصيه بنسبه 100% يعني، لان في ناس هتقول لي ريح المدام، هقول لك انا ما بحبش احمد فهمي، وناس هتقول لهفه، وانا المسلسل ده بيخلينا كرنج معرفش ليه. المهم ان على قمه التصنيف الكوميدي في منتج انا بصنفه كمنتج اندر ريتد بشكل مخيف، لانه ايقوني جدا بكل تفاصيله واحداثه. المسلسل ده هو الوصيه. في اعمال كتير قوي بغض النظر عن الجانرا بتتعمل علشان نبدا نقول المتوقع. يعني انا هفهمك، لو دراما فهنبدا نقول جمل ميلودراميه فيها عمق زائف وغالبا بتخلي بيتفرج ما يفهمش انتوا عايزين ايه، بس المهم ان ده بيحقق التارجت وبنتصنف كمسلسل دراما. قسما بالله العظيم لاخد حق من عيالي، بس انا خساره فيكم. اللي حلال فيكم وتستاهلوهم بجد هم عيالكم. يا عم روح الله يسهل لك. ولو كوميدي هنبدا نقلش بقى ونسخف ونطول في الافيه ونوفر يوز في معظم الحالات لحد ما الناس تطهق ويبداوا يشتمونا على الصفحات في الفيسبوك، فنطلع في تويتر نقول مسلسلي رقم 1 في المشاهدات في منصه البتنجانه المحشيه. هو ليه الولايه اللي في الفيلم دي بتقول ان على فيلم ايه يا ابني؟ دي النشرة. نشره؟ مش النشره دي اللي بتبقى في الدواء؟ دواء ايه يا تيمون حبيبي؟ دي الاخبار. طب ليه الست اللي في الاخبار دي بتقول ان على صعيد اخر؟ هو في صعيد اخر غير الصعيد اللي احنا نعرفه؟ يلا قول. بقول يا مستخاوي، قضية مفتري يا ابني ما هو الجدل لم يحسم في القضية دي، هل اللي بان حلال ولا حرام؟ امك يا مستخاوي. حضرتك مجنون؟ لكن لا، الموضوع مش كده خالص. لازم في الاول يبقى في حدوته قويه، المشاهد مهتم يعرف تفاصيلها واحداثها، تبدا بقى بعد كده توظف فيها اللي الناس متوقعاه. بس لو عايز تنجح وتتميز يبقى تسلك الطريق اللي يوصلك للي الناس فعلا متوقعاه بس بطريقه غير مباشره. يعني هنهزر في الكوميدي بس بشويه ذكاء من غير ابتذال، جمل كده تسلم بعض ومشاهد متسلسله بطريقه منتظمه. الوصيه تقدر تعتبره مسلسل مثالي حقق كل الشروط وعمل صح جوه كل البوكسات اللي مطلوبه في رحله صناعه عمل كوميدي مثالي قادر يعيش ويكسب كل الاجيال اللي قبله واللي بعده. يعني ابويا وامي متفاعلين مع المسلسل ده بنفس الدرجه اللي انا متفاعل بيها عليه. ده ليه بقى؟ خليني اكلمك عن قصه المسلسل. قصه مش مبتذله ولا سهله بس هي بسيطه. طارق النويري صاحب مجموعه شركات النويري للبسكوت والكيك بيموت وبيسيب وصيه لابراهيم النويري ابنه، وانا هحرق حالا لو انت ما شفتش المسلسل، يعني ما اعرفش ازاي عايش بس انا هحرق. ابراهيم النويري اللي بنكتشف بعدين انه مش ابنه، وشاي السكرتيره بتاعه طارق النويري واللي بنكتشف انها مش بس السكرتيره بتاعته، وسمسم ابن الداده. ايه ابن الداده ده بقى اسمي خلاص زي ابو مازن كده. وبيقول لهم في الوصيه دي يا معلم انهم علشان يورثوا محتاجين يدوروا على ال 12 يتيم اللي في الصوره دي ويحققوا لهم طلب، لان طارق النويري قبل ما يموت سرح اليتامى دول من ملجأ طلائع البراعم. بنشوف اب وسمسم طول المسلسل في رحله للبحث عن الايتام مستعينين بداده عارفه، داده عارفه اللي ما بتتكلمش واللي بنكتشف بعدين برضو انها بتتكلم عادي. يلا خلاص اطلع لنا بقى باسم اليتيم ده عشان نخلص. ما تستنى ولا مش لاقياه. العظيم ده. سمسم انت قلت حاجه؟ هو يا ريت اكون انا اللي قلت استنى مش لاقياه، يا ريت اكون انا. الله الله بتتكلمي؟ انت بتتكلمي؟ الف سلامه. عارفه بتقول الف سلامه. عارفه طلعت بتتكلم. انا سمعت الخبر. واحنا بنسف في التراب. اصل انا شربت شوربه لسان عصفور سخنه موحوحه، قام الدكتور قال لي حبالك الصوتيه رهرهتت، عايزينها تشد تاني، فبتقعدي كده شهرين ما تتكلميش بس.
يا نهار اسود، الحادثه طلعت شوربه لسان عصفور سخنه، انت فاهم؟ يعني كانت حاجه ممكن تخلص بشويه لبن رايب. مش بحب اللبن الرايب يا وليه ما تستفزيهوش بقى. قصة بسيطة ومشهد ساعة كمية مواقف وقصص للصبح، بس كل مرة بشوف فيها المسلسل ده بيزيد احترامي ليه مرة بعد التانية وبحبه أكتر. اختيار كل حاجة فيه، أسلوب الكوميديا اللي خارجة من الغلب اللي هم فيه، تقدر تعتبر القالب نفسه دارك كوميدي. أنت بتدور على الأيتام اللي أبوك الله يرحمه شردهم علشان ترضيهم وتورث. من السواد ده كله بنشوف تحفة فنية. كنت عايز أكرف للحلقة دي أصلا وأنا بعمل ريواتش للمرة ال30 للمسلسل ده عشان أتفرج براحتي وما اقعدش اخد نوتس واتشتت بقى واضحك زي ما انا عايز. وعلى سيره الضحك، عايز اقول ان هو اتظلم قوي الفتره الاخيره، وبقى فيه نوع معين كده من الهبل الناس مفكره ان هي دي الكوميديا. لا، ده فيه ضحك بذكاء، وحتى لو هنقلش في قلش ذكي برضه. انا جاسوس، انا طالما كده بقى يعني ممكن الاقي عارف جاسوس عشان في وكده وحش. في حالة الوصية، أيمن وطار كان مسؤول عن كتابة المسلسل بالكوميديا اللي مبنية على السيناريو أو المواقف زي ما بنقول. وهنا لازم نقف 2-3 سنين كده احتراما للكوميديا اللي مبنية على المواقف في المسلسل ده. أتوقع إن القلش والجمل اللحظية اللي خدمت مواقف كتير وخلتها فعلا فيها ضحك في المسلسل ده كانت مهمة أحمد أمين وأكرم، لأن من كلام الكاست كله في الانترفيوز كان واضح إن الكواليس كانت كارثية فعلا. وده أول مسلسل أقدر أصدق فيه فكرة إن الكواليس كانت أحسن من المسلسل. والجمل اللي بيطلعوا يقولوها في الانترفيوز دي أنا مش محتاج حد من الكاست يقول لي فعلا. يعني بص هنا مثلا هم رايحين يرجعوا كليه اتسرقت من يتيم من الايتام اللي في الوصيه، بما انهم اتمرمطوا من اول المسلسل فعايزين يخلصوا بقى. فابو بيفهم سمسم اننا هندخل دلوقتي نقول اللي عندنا ونمشي بسرعه. ومش عايز غباوه. طيب خدوا فلوس، هاتوا كليه، السلام عليكم. حلو. سلم وانتقل. سمسم اي غباوه مش مصلحه. لا لا، 3 حاجات ايه؟ 3 حاجات. سلام عليكم. يا ابني سلام عليكم دي في الاخر واحنا ماشيين. ايوه خدوا فلوس. خدوا فلوس، سلام عليكم. حبيبي ما لو خدوا فلوس سلام عليكم واحنا عيال هتيا جايين ندفع فلوس نرمي فلوس في الارض. لا لا لا، في هاتوا كليه، هاتوا كليه. خدوا فلوس. خدوا فلوس، هاتوا كليه. سلام عليكم. خد يبقى خدوا فلوس، هاتوا كليه. سلام عليكم. اهو قال له السلام عليكم دي بتتقال في الاخر. سلام عليكم. اول ما دخل راح قال السلام عليكم واكرم ضحك. سلام عليكم. مش بلومه بصراحه، اللي حصل ده اكيد ما كانش في الورق 100% يعني. وخد عندك بقى من ده كتير. وبالنسبه لي مفيش عمل كوميدي مكتوب 100% على الورق. في الموقف نفسه يا معلم هنرتجل وهنضيف. وتعالى لي بقى، ده انت معاك احمد امين واكرم حسني، صباح الكوميديا والذهن الحاضر والسرعه في كل حاجه. انا لو مدفوع لي مش هتكلم عن المسلسل ده كده، بس والله بجد هو خيالي مش بصدقه لحد النهارده ولا بستوعب كم الافيهات اللي في ظهر بعض والضحك اللي جاي من كل حاجه حرفيا. ايه يعني كنا طلبنا دكتور بيطري عشان هو من الثدييات العملاقه؟ بص اصلا اختيار الاسماء كامبا وادونيس، شهيتاز العلا جلال وبخبخ الحنيه وزير، متر صبحي، شوف عادي جدا اهو، بس اسمه ارتبط بالنسبه لي بالهاري والكلام الكتير. اصل انا لما بكلمك عن شخصيه دي لازم تبقى اسكت بقى اسكت بقى، كفايه رغي وملي. الله اصحى من الكابوس ده وعيش معانا، ابوس ايدك. حاكم الإفتاء القانونية بتحتاج من الواحد إن لازم يفهم بمفهومية كده. سرسبوا لي المعلومة واحدة واحدة عشان أفهم أمرك. عارفة عبد الصبور اللي في سكاني؟ ايوه. يا حبيبي طب معلش ده تعبيري لايه؟ كده فزع ولا ده هلع؟ يا رب أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم من نفسي من الناس، فارحمني من نفسي وارحم الناس مني يا رب. الصدمة شديدة، الصدمة شديدة. بيعمل كده ليه؟ اتجنن تقريبا. أنا أعرف، عارفة من قبل ما تبقى دادا، عارفة. اقعدي يا حبيبي اقعدي. هي بتعرف تقعد على فكره، ما بتتكلمش بس. تعملوا الزبالين الان في البلد، تجيبوا بغله تركبوها كده ونفضل اسكت استرخصوا بقى. اسكت 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 اسكت. اصل انا كنت عامل التحاليل دي طلعت بعد ما عملتها الصيد مفاضل. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا صبحي؟ اقعد اسكت اسكت، احنا في مصيبه. دهون على الكبد، ما انا عارف بس. تعالى اكلمك عن الشخصيات. متاخره بس انا اتسحلت في السيت اب بتاع الحلقه نفسه. ابو ابن طارق النويري المدلل، مش ابنه بس ده اللي عرفناه في اخر الحلقات، فخلينا نتكلم على اللي شفناه طول المسلسل. ابو الطفل والشاب المدلع اللي عمره ما شال مسؤوليه وحط كل مسؤولياته على عاتق سمسم ابن الداده اللي ما عاش طفولته ولا شاف يوم دلع من اللي شافه ابو. ده كان بيروح الكليه بداله، يعمل له كل حاجه. فتقدر تقول ان سمسم كبر بس جواه رغبه انه يفضل طفل. طريقه كلامه وتلعثمه المستمر ولبسه، هو حب بطه علشان هي كانت في اتيتيود
الام كده، ديفيليه قمصان ودفات وجرافتات يتعمل له متحف زي المتحف اللي فيه اللبس بتاع ام كلثوم كده. التضاد بين شخصيتين ابو وسمسم، واللي شفنا زيه كتير زي عادل ورمزي في راجل وست ستات. رمزي اللي متقدم على انه غبي وعادل هو الذكي، مع ان عادل غبي برضه. وبالحديث على شخصيه رمزي، الشخصيه دي مرسومه بالملي، شوف حركات ايده وبص نظرته من تحت النضاره، بص الحمالات. ما توقعش ان احنا هنعرف نعمل حاجه زي دي تاني، وحتى لو هنعرف فمفيش محاولات. كده يا دولا ترميني رميه الطفل اللي باباه غدر بمامته وسافر الامارات بعد ما كتب عليها بنوم. النبوي وشيرين في سيتكم 6 ميدان التحرير اللي اتكلمت عنه في حلقه من احلى الحلقات هنا، بس ما حدش شافها للاسف، وكان ضيفي فيها نور من قناه واي كوميدي. النبوي السمسار الغلبان، وشيرين باشا صاحب الاملاك والسرايا. نجيب بنات، ها البنات دي هي كل شفايفها تخينه كده، وبعدين هيخشوا الغنى وهم عمالين يرقصوا كده ويقولوا ايه خليل ابو خليل استعمل خلة ابو خليل واخلص من البقليل. ميلي وشريهان والفرق الطبقي اللي بينهم دي ثنائيات شهيره جدا، ومبدا عملها نفسه بيديك الحريه في الكتابه، وارض واسعه بقى من المواقف والمفارقات اللي ممكن تحصل بينهم. شهيطاز بقى، شهيطاز اللي عندها مشكله في الحساب، واللي على الرغم من صياعه ابو الا انه بيجي عندها وبيضعف. محمد الموظف المحظوظ، اسمه محمد، مفيش اي مجهود في اختيار الاسم، ومع ذلك عنده احلى حظ في المسلسل بالرغم من غبائه وعشوائيته. هو مش محتاج يبقى ليه اسم بقى نقعد نفكر له فيه وبتاع، ده الوحيد اللي طالع كسبان من المسلسل كله. طول المسلسل بيحاولوا يرفدوه وهو عمال ياخد في هدايا ويترقى وعربيات ودنيا، ويوم ما الحمد لله بيترفد بيبقى اصلا جاي له فرصه شغل ومكسوف يقول لهم. كامبا، مدى حبي لشخصيه كامبا دي، واللي عامل الشخصيه دي ما توقعش ان كان ممكن حد يجي يعملها احسن منه. يعني انت لو جيت توصف الشخصيه دي مش هتعرف تكتبها على ورق، بس كان ضايف جدا لمعظم المشاهد، واي مشهد كان بيظهر فيه كامبا حتى لو معاه فيه ابو وسمسم اللي هم البطلين اصلا، هو اللي كان بيبقى بطل المشهد ده. لبوسه وزهير، الفيلن الاوفر اللي بيضحك ضحكه شريره، ومساعده الغبي، بينهم تضاد برضه زي ما اتكلمنا من شويه. ده عارفه اللي دايما كنا مستنيين نخلص اليتيم علشان نروح نلعب بدون كلام ونعرف اسم اليتيم اللي بعده. عارفه عبد الرسول عملت الدور ده تحفه، معرفش ازاي قدرت تجيب اتيتيود الناس اللي عندهم مشكله في الكلام بالشكل ده. قبضه دي لوحدها كفيله تفشخك ضحك. عم ضياء اللي للاسف ما بقتش اشوف اي حاجه من المسلسل ده الا صور مكتوب عليها كله رايح في التايم لاين على الفيسبوك بتاع امي في جروبات الامهات اللي بيشتكوا من المدارس. هو شاطر واخترع لازمه كله رايح دي بنفسه، يعني دي ما كانتش مكتوبه على الورق، بس ما كنتش اتمنى ان ده اللي يفضل من المسلسل خالص. اللازمات بقى اللي اتوظفت باكتر طريقه عمليه ممكن تخليهم يستخدموها كتير وانت ما تنزعجش. كله رايح زي ما قلنا اخترعها عم ضياء ودي بتاعته. انا مبتلى بتاعت ابو، شوف قالها كام مره، انت ما زهقتش ولا مره ولا حسيت انها مش في مكانها، علشان هو فعلا طالع عينه طول المسلسل. مورفين اللي استخدموها من لحظات حرجه في المسلسل، ودوني على اوضتي، واللي برضه ما توقعش انها كانت مكتوبه في الورق. والكوميديا اللفظيه في مشاهد كتير، المونتاج نفسه استخدموه علشان يضحك. يعني بص الكات هنا بعد ما قال لها عيب عليكي وبتاع. بجد يا ابو انا مش عارفه اشكرك ازاي، انك يعني ما بتقولش لحد على اسمي الحقيقي. شهر وحش بس مش للدرجه دي، عيب عليك، انت القمر بتاعنا عائلي. شهيطاز في الهوا. والقطاية المفضلة بالنسبة لي اللي كانت بتمثل اللي بيحصل بعد كل دقيقة بقرر فيها اني هذاكر ايام ثانوية عامة. ابو يلا بابا حبيب سمسمة عندنا مذاكرة، يلا ابو يلا. بص سمسم مبدئيا كده قبل ما نبدا علشان بس تبقى فاهم انا ليا طقوس معينه في المذاكره. يا ابني طقوس ايه؟ انت عمرك شفت مذاكره ولا عرفت اللي احنا بنعمله ده في حياتك؟ بمناسبه الشباك والباكه مش حر شويه؟ يا ابني انا بشر. بص انت باين عليك. شغل تكييف. ايه ده؟ ده ريموت التكييف. مش ريموت التكييف يا ابني. ده ريموت التلفزيون. يا نهار اسود! انت عارف بقى ان دي مصيبه؟ ليه كده؟ انا خلاص طالما مسكته لازم استخدمه، ده زي المطوه كده طالما فتحتها لازم تتظفر. طب خلاص ظفر. هضطر افتح بقى التلفزيون ظفره. ايوه الناس المكنه طلعت قماش. لا يا شيخ. الله عائلة زيزي. يا شوف يا لهوي انا صغرت بقى كده. يا بجد اشوف ده والله ابقى اصغر ارجع تاني. انا بقول لك ايه، انا كل ما بيجي بتفرج عليه. طلعت قماش موجود على اليوتيوب بس له طعم هنا. يا اخي. طب اقفل بقى يلا عشان نرجع. لا استنى بس، هو فاضل له تلت ساعه ويخلص. لا ابو احنا الوقت ما يسمحش بالكلام ده. اسمع بس، عارف ان احنا لو اتفرجنا على عائله زيزي يخلي المود حلو جدا في اللي جاي كله. نبدا نذاكر على النظافه بقى. ليك سريع كده يعني. اهو تلت ساعه. ابو كلام رجاله ولا في ايه يلا تلتايه دي ونرجع بقى نفرق. انا هاكل الورق ده. طيب يلا. ايه 4 يا ماما. من اللعيبه اصغر انا على طول. وانا برضه.
الامتحان كمان كام ساعة يا ابو؟ ليه؟ إيه لازمتها بعد عائلة زيزي نطلع السخنة؟ ليه؟ والكادرات الكوميديه نفسها واللي اخدت بالي ان احمد امين استخدمها كتير قبل كده. يعني بص في السكتش ده في البلاتو نفس الكادر ده استخدمه في الورشه مؤخرا في السكتش ده، ما يعتبرش بقى نفس الكادر اللي استخدمه في الوصيه، بس هو شيء مشابه جدا يعني مع حركه النضاره وبتاع. وهنا لما زبده قرر ينط يستلم الكوره وقع عمل هبوط ارضي، بلع لسانه وشربوه 7 عشان يتكرع ولسانه يرد. خلاص العالم كده انتهى. بسم الله الشافي. الحمد لله حبيبي. على سيره بقى السكتش اللي انا كلمتك عنه في الورشه ده، فخليني اقول لك ان احمد امين عاشق لصناعه السكتشات. كان في يتيم عايز يسجل فكره عربيه تاشير فاكهه في الشهر العقاري. اليتيم ده كان شريف عبد الفتاح نجم سكتشات البلاتو مع احمد امين. تقريبا اكتر قصه يتيم مش انترستنج خالص، يعني انا اتوقع انهم كتبوا طلب اليتيم ده مخصوص عشان يعيدوا امجاد سكتشات البلاتو، وبيعملوا سكتش مدام سلمى بمستوى كوميديا يتخطى مستوى كوميديا سكتشات البلاتو. بيبان قد ايه هنا هم تطوروا فعلا، مفيش ثغره بيمارس فيها الضحك الا ومرسوم فيها فعلا. في ختم الجوده بالنسبه لي واللي بياكد مدى احترافيه اختيار الثنائي ده لما تبدلوا جوه بعض، خطوه جريئه وغريبه في وسط ما احنا كنا ماشيين عادي، ده خيال علمي يعني، بس بتبين لنا قد ايه اكرم واحمد شخصيتين شاربين من بعض بزياده. شغلهم مع بعض خلى كل واحد يطبع على التاني. شوف بيقلدوا بعض ازاي، جابوا طون بعض بالملي. خلاص بقى دي البصمه اللي بعدها شلت ايدي من محاولات ان انا اطلع اي غلطه في المسلسل ده. مش هنخلص لو فضلنا نتكلم على كل يتيم، بس انا لسه مش هقفل الحلقه دلوقتي. عماد اليتيم اللي عنده انفصام في الشخصيه، شخصيه عماد مدرس التاريخ وعمده الطبال. فكر كده مع نفسك لو عايز تعمل مشهد تبين فيه للمشاهدين مرض الشخص ده او الحاله اللي عنده، يعني فكرت خلاص؟ ما تفكرش يعني، ده سؤال كده بقوله عشان اتكلم انا، بلاش غباوه بقى. انا متاكد ان مش هيجي لك فكره بالذكاء اللي اتعمل بيه المشهد ده في المسلسل. فكره ان كل واحد فيهم بيدخل الفصل يلاقيه بيتعامل بطريقه مختلفه عن التاني، وان كل واحد فيهم مش فاهم التاني مستغرب ليه. مشهد عبقري بجد، واخلاص بقى وما ادراك ما اخلاص. بس هنعدي الحته دي بسرعه عشان ايه ما نتكلمش في حاجات انا مش عايز، انا عايز اتكلم فيها بصراحه بس مش هتكلم فيه. في يتيم جاسوس عايز ابو وسمسم يسرقوا مايكرو فيلم سري علشان يبقوا ابطال ويخدموا مصر. ايه ده؟ ايه الجد ده؟ ما حدش هيتكلم هنا جد. ده اليتيم ده هطل وبيخاف من بتوع الدليفري، والمايكرو فيلم عليه طعم سري جديد للشيبسي. يلا بقى يا عم، شايف الثنائي اللي مموتك على الضحك من اول المسلسل ده؟ لو عايز يخليك تتاثر هيخليك تتاثر. في اللقطه اللي عرفوا فيها ان ابو مش ابن طارق النويري وان شاهي هي اللي بنت طارق النويري، نظرات اكرم تخليك فعلا تتاثر، وبعدين يبدا يهارتك بقى بالكلام تبدا تضحك تاني، وبعدين لما شاهي تسمع الفيديو بتاعها فانت تبدا تتاثر برضه، وبعدين هما الاثنين يسوقوا الغباوه فتضحك تاني. بسطره. لو فضلنا نتكلم مش هنخلص النهارده، وبجد المسلسل ده ما يكفيش فيه اسبوع كلام. فهني الحلقه لحد هنا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب لانه بيساعدني ان اكمل في المحتوى اللي زي ده.